ما ينفعش أبدًا في أول قعدة تعارف إن أنتِ تتكلمي عن علاقاتِك السابقة. غلطات أول قعدة تعارف، هاحاول أقول لِك كل الغلطات اللي المفروض ما تعمليهاش عشان ما تبقيش. وسادس حاجة خلّي بالِك من لغة الجسد، يعني أنتِ لو الشخص ده مش عاجبِك مثلًا حاولي إن أنتِ ما تقعديش حاطة إيدِك على خدِّك أو تقعدي مربّعة، لإن ده هيوصل للطرف التاني وممكن يجرحه بشكل أو بآخر، وخلّيكِ عارفة إن هي مسألة وقت وهتعدّي. لو مش عاجبِك الشخص ده خلاص، ولو عاجبِك خلّي بالِك برضه من تصرفاتِك علشان ما يتاخدش عنِّك انطباعات ما تكونش فيكِ أصلًا. لو أنتِ بقى شخصيتِك جريئة زيادة عن اللزوم حاولي إن أنتِ ما تبيّنيهاش كلّها، لإن الانطباع الأول بيدوم. ممكن تكوني أنتِ كويسة بس أنتِ الجرأة دي صفة فيكِ ويفهم عنِّك حاجة غلط لمجرد أول انطباع. فخلّيكِ متوسطة ومعتدلة في مشاعرِك، في طريقتِك، في كلامِك، في كل حاجة. وحاولي ما تمسكيش الموبايل وأنتِ قاعدة، أنا عارفة إن أنتِ ممكن تعملي كده من التوتر، بس ده مش وقت مناسب إنِّك تمسكي فيه الموبايل خالص، لإنه ممكن يدّي طبيعة إن أنتِ مش مهتمة أو إن أنتِ شخص يعني ما بيحترمش اللي قدّامه. نقطة مهمة جدًا أغلب البنات ما بتعملهاش، إن لو عندِك اشتراطات أو حاجات مش هتقدري تكمّلي الجوازة من غيرها، لازم إن أنتِ تقوليها بكل وضوح وبكل صراحة، بس طبعًا لازم تختاري الطريقة اللي تقوليها بيها. ما ينفعش أبدًا في أول قعدة تعارف إن أنتِ تتكلمي عن علاقاتِك السابقة، ولو كنتِ مخطوبة مثلًا ما ينفعش أبدًا إن أنتِ تحكي عن كل التفاصيل وكل الحاجات اللي كانت بينِك وبين خطيبِك السابق، ولو الجوازة كمّلت وحابة إن أنتِ تحكي براحتك، إنما لو الجوازة ما كمّلتش يبقى أنتِ ما نشرتيش كل أخبارِك لناس ما تعرفيهاش أصلًا. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لي لايك وfollow يمكن أفيدِك بمعلومة جديدة.